طبعا بعد ما عملنا كل بقى الحاجات الظريفه اللطيفه اللي هي بتبقى للشكل الخارجي دي، طب حضرتك بقى يعني وانس قاعد بقى بيحكي معاكي كده حكاوي كده ظريفه لطيفه، ويبدا يحكي لك ايه اللي حصل عنده في شغله او في المشاكل اللي بيقابلها بره، او حتى في الروتين العادي اللي بيقابله سواء مع زميلاته او زملائه، وانت كمان نفس الوضع. وانس كده سمعتي حاجه كده عدت في النص ما عجبتكيش، نبدا بقى ندخن الصوت ونبرنق العين ونفتح البق، ونبدا بقى بالاتيتيود بقى بتاع الجسم والبادي لانجوج بتاعنا، اهبط الاستعداد، استعد للهجوم انطلق. لا لا لا، ما في، احنا هتضيعنا بقى كل اللي احنا عملنا ده كله. لا، حضرتك ما زلتي تتمتعي بنعومتك ورقتك واحساسك وقعدتك الجميله اللي كلها ثقه في نفسك وكلها تاكيد لنفسك ثم له ان انت امراه عاقله رشيده، عارفه كويس جدا انت بتعملي ايه وبتطلعي ايه وقت ايه. بلاش والنبي ابوس ايديكوا المدفع اللي بيطلع مره واحده ده بيضيع كل حاجه احنا بنبنيها. وانت تسمعي يعني ممكن، يعني ايفن اف سمعتي حاجه مش عاجباكي او مش جايه على هواكي يعني، وحاسه كده ان هي يعني اوت اوف اوردر زي ما بنقول، معلش يعني تملكي نفسك كده، وبدون صريخ وبدون صويت وبدون زعيق وبدون تبكيت وبدون لوم وبدون عتاب، وانت ازاي ومش ازاي وانا قلت لك وانت بتسمعش الكلام وانت كده غاوي، شوف انا بعمل لك ايه وانت مفيش فايده فيك، انت مش تمر فيك اي حاجه خالص، يا خساره تعبي يا خساره شعري يا خساره، ونبدا بقى ايه نعدد بقى كان احنا بقى قاعدين ايه على مصطبه جنبه. لا، مفيش حاجه اسمها كده. ده تملكي نفسك وبالراحه، وتعوديه انك مستمعه فقط، هو كانه بيتكلم مع نفسه. اصل النقطه دي نقطه مهمه قوي قوي، ان البيت يبقى هادي، البيت يبقى فيه نوع من السكينه، البيت يبقى فيه صديق وصديقه. خلي بالك، اهم حاجه، مش اول حاجه، اهم حاجه واول حاجه فان انت تبداي تسترجعي زوجك تاني ويبقى مش شايف غيرك، بس انه ما يبقاش شايفك زوجه فقط، لا، يبقى شايفك زوجة، ويبقى شايفك حبيبة، ويبقى شايفك عشيقة، ويبقى شايفك صديقة، ويبقى شايفك زميلة، وشايفك بنته وأمه وأخته وكل حاجة ليه في الدنيا. فلما يلاقي الحتة دي، هو قاعد معاكي دلوقتي بيفضفض بيتكلم، عايز حد يسمعه. أرجوكي بقى بلاش باقي الأشكيف اللي بيطلع ده وهو قاعد بيتكلم، والنبي بلاش كده. يعني أقولك إيه، تقمصي بقى دور إن أنتي مش مراته. تخيلي كده ان انت خرجتي وقلعتي عبايه الزوجه ولبستي عبايه ان انت الصديقه. عارفه لما بتقعدي يعني بيلبسوا كده يعني لبس ويتقمصوا شخصيه اللبس، انا عايزاكي تعملي كده. حان الان الانطلاق ولبس شخصيه الصديقه. ابدأي البسي لبس الصديقه واقعدي بقى هزري واضحكي وقلشي ويا خراشي ومش عارفه ايه ويا إيه، واعملي بقى زي ما كده استرجعي كده لو كانت صديقه بنت قاعده جنبك وبتحكي لك هتعملي معاها ايه، ومارسي مع زوجك نفس افعال الصديقه. طيب خلصنا موضوع الصديقه. طيب جوزك بقى خلاص قعد واتكلم وطلع اللي جواه، ملهاش لازمه بقى اقعد بقى بيني وبين نفسي بقى واعمل المفتش كرومبو وعمل ايه، وابدا بقى امسك تليفونه وافتش اشوف بقى احسن بعت رساله لحد. اوعي 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 اوعي، انت بتعملي دمار شامل لنفسيتك اولا، غير بتزود عندك الوسواس والافكار السلبيه، بتخليكي دايما في حاله تاهب وحاله قلق وتوتر، وبتفقد حد من ثقتك وكفاءتك الذاتيه بينك وبين نفسك. بلاش الحته دي ارجوك. وحتى لو الزوج فعلا بيعمل حاجه غلط، بلاش يا جماعه حته المراقبه ولازم اثبته متلبس واحط بقى الكلبشات في ايده واوقفه جوه الدايره وافضل ارمي عليه السهام واقول له ايوه شوف انت كذا، وابقى متوقعه بقى ان يا عيني يعيط قصادي ويقعد بقى يبوس ايدي في رجلي ويعوضني ويسفرني فين ويشتري لي ايه. مفيش الكلام ده، ما بيحصلش على ارض الواقع. واذا الراجل اتبع معاكي الاسلوب ده، تاكدي مليون في الميه انه اسلوب تسكيني. يعني عامل زي كده بالظبط واحد بيحط يعني البتادين كده على الجرح لمجرد بس ان يتطهر، وبعد كده يرجع يعني يخبطك مره واثنين وثلاثه واربعه. الراجل الحقيقي اللي بيبقى ما يقبلش كده على كرامته، ولا يقبل كده على احساسه ولا على شعوره ولا على افكار، مستحيل 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 هيقعد يوطي على رجل ست يقعد يبوس فيها ومعلش وانا اسفه وسامحيني. مفيش الكلام ده. ما فيش راجل حقيقي بيعمل كده ابدا. الرجاله الحقيقيه بتبقى رجاله مسؤوله، وان اخطات بتعبر عن خطأها ده بصوره توكيديه لرجولته، مش صوره مشابهه ابدا لا لا لا، مش كده خالص. فعلى قد ما نقدر، على قد ما نقدر حاولي بلاش والنبي زي ما اتفقنا مفتش كرومبو ده، ونخرج خالص بره العبايات اللي بنلبسها في يعني في غير موضعها. تمام، يلا نشوف اللي بعد كده. نخش بقى خلاص بقى، يعني زوجي كده جه من الشغل وقعدنا وكلنا الاكله الجميله وشافني بالصوره الكويسه، وفي نفس الوقت قعد يحكي لي ولبست عبايه الصديقه.
طب جوزي بقى يعني في حاله بقى خلاص نوع من الاسترخاء كده، وجهزت له كمان الشاور بتاعه، واخد الدش الظريف اللطيف اللي بيبقى فيه كده يعني ريحه حلوه ويعني ولمسه انثويه جميله بقى، مش هقول لكم يعني الحاجات دي بتبقى في الحاجات الخاصه بقى في الكورسات اللي المفروض احنا بنديها. فيعني انا بس كده بقول خلاصه يعني ايه عن عن اللي احنا بنعمله. ابدأي بقى عطري المكان، حطي بقى حاجات لوشن كده، ابدأي بقى زي يخرج من من الشاور بتاعه، ابدأي بقى يعني لمسيه كده بقى بلمسة جميلة، بقبلة حلوة، بطبطبة، بحضن، بلمسة دافية. الحاجات دي كلها بتعمل مفعول السحر مع جوزكم. احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ الازواج. نتكلم على ايه؟ تحت شرع الله سبحانه وتعالى، بما لا ينقض شريعتنا ولا حدودنا مع الله سبحانه وتعالى. بس عشان بس ايه بعيد واكرر تاني، عشان ايه ما نخش في حته كده مش بتاعتنا خالص. تمام. طب زوجك عايز يرتاح، تقعدوا مع بعض كده وقام وخلاص وقام من نومه الحبه اللي هينامهم، وانت برضه لو كان وراكي شغل وراكي حاجه بتعمليها بتجهزي حاجه، ريحتي ونمتي جنبه وقمتوا بقى تكملوا يومكم مع بعض، وتفر بقى روتين حياتك زي ما قلت ماشي ازاي. طيب عملتوا بقى كوبايتين شاي كده، فنجان موكا، فنجان قهوه، وات ايفر بتاكلوا بتشربوا او بتاكلوا ايه مع بعض، شويه لب ازازه كده، وطلعتوا بقى في البلكون بتاعكم وقعدتوا، او حتى فتحتوا التي في واتفرجتوا على حاجه، او حتى خرجتوا. ايه المشكله كده اما تقعدي تنخوري كده وتعبسي وتفتشي كده في ذكرى جميله حلوه لما عملتوها مع بعض وكنتوا بتسترجعوها في الاول، كانت بتضفي نوع من الاحساس القشعريره كده والذكريات الجميله الحلوه اللي تفجر كده مشاعر الحب يعني وتخليه ملهلب كده زي الاول. ايه المشكله؟ اقعدي افتكري كده بينك وبين بعض، بينك وبين نفسك كده وانت قاعده كده فاضيه، اقعدي اكتبي كده ذكريات جميله. هو كان علق لك على شكل جسمك، علق لك على طقم معين كان بيحبه عليكي، علق له على طريقه كلام كنت بتقومي بيها، علق لك على جمله ظريفه لطيفه كنت بتقوليها مثلا، او بتدلعيه بصيغه معينه، او بتزغزغي اي حاجه. اي حاجه كانت بتيجي بتحصل بينكم وبين بعض قبل كده، وكنت بتحسي ان الحاجه دي بينكم وبين بعض ذكرى جميله كنتوا قبل كده لما بتسترجعوها بتبقى اللحظه جميله. ارجعي تاني استرجعيها كده. عارفه انا افتكرت ايه النهارده؟ مش عايزه اقول لك. اول ما افتكرت الحاجه دي انا هقول لك عليها، بس انا هقول لك الاول اول ما افتكرتها كان احساسي ايه. عارف انا حسيت كده ان انا يعني كنت في حاله كده ابتهاج، حسيت كده لحظه ان انا يعني مستنيه انت تبقى قصادي عشان اخدك في حضني كده واطبطب عليك واقول لك وحشتني يا حبيبي، وقد ايه الذكرى الجميله دي اثرت فيا. لا 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 بجد انا حسيت بنفس الشعور اللي حسيته مثلا من مثلا كذا سنه. شوفي بقى انت متجوزه من كام سنه، وابدأي كده اعملي له نوع من التشويق والإثارة، وابدأي كده ايه اعملي له نوع من اللهيب الساخن كده عشان يقدر يكتشف الذكرى دي ايه. انت عملتي له نوع من التمهيد والتنشن كده او الاتنشن عشان خاطر يبدأ يعرف ما وراء الكلام ايه، وابدأي قولي الذكرى الجميلة اللذيذة ظريف. فاكر يا حبيبي يوميها احنا عملنا ايه؟ فاكر انت رديت عليا قلت لي ايه؟ فاكر انا قلت لك ايه؟ يا قد ايه الذكريات دي جميله، قد ايه الذكريات دي خلقت بينا روح جميله، قد ايه لما افتكر الحاجات دي بيبقى كذا، والله احنا حياتنا جميله ونعم ربنا حلو. وابدأي بقى اسردي كلام حلو جميل، اكدي بيه كل حاجه حلوه انت بتفتكريها وبترجعيها لذاكرته تاني، وبتهيئيه قبل ما تقولي الذاكره دي عشان يبدأ جسمه كمان يبدأ يتهيأ نفسيا وسلوكيا للحاجه اللي انت هتأديها، ويبدأ يتفاعل معاكي. وانت بقى وشطارتك مش هوصيكي.